بما ان احنا في زمن الارقام او ديجيتال وورد زي ما بيقولوا، هنتكلم النهارده على اهم الارقام اللي كل مريض روماتويد لازم يبقى عارفها علشان يعرف يتابع مرضه ويعرف يتابع نمط الحياة الصحي بتاعه. النهارده هنتكلم عن الروماتويد وارقامه. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. الارقام رقم نشاط المرض. زي ما قلنا قبل كده، احنا بنقدر نعرف دلوقتي معدل نشاط المرض مش عن طريق التحاليل، عن طريق معدل النشاط الاكلينيكي. لو معدل النشاط الاكلينيكي اقل من 10 يبقى احنا كده مرض خفيف، لو اقل من 2.8 يبقى نوم للمرض، لو من 10 ل 25 يبقى نشاط متوسط، ولو فوق ال 25 يبقى نشاط شديد. تاني رقم انزيمات الكبد. لو انزيمات الكبد في المتابعة اقل من الضعف مفيش اي قلق، لو عالية عن الطبيعي بس أكتر من الضعف ممكن نعدل في الجرعات، لو أكتر من 3 أضعاف بنوقف الدواء. تالت رقم وهو اللي يقول لنا أنت عندك سمنة ولا لأ، اللي هو معدل كتلة الجسم، اللي هو البادي ماس اندكس، وده بنحسبه بالوزن على مربع الطول. لو احنا أقل من 25 يبقى احنا ما عندناش سمنة، لو من 25 ل 40 يبقى عندنا سمنة متوسطة، لو فوق ال 40 يبقى في عندنا سمنة مفرطة. حاجة تانية مهمة جدا زي السمنة هو مقاس الوسط، لأن الدهون اللي متركزة في منطقة الوسط هي أخطر دهون ممكن تؤثر على صحة مريض الروماتويد. لو مقاس الوسط عند السيدات أعلى من 88 ده يبقى مضر، لو مقاس الوسط أعلى من 102 سم عند الرجال هو ده الرقم المضر. الرقم اللي بعد كده عدد كوبايات المياه اللي اشربها في اليوم، من 6 ل 8 اكواب، وده يكافئ من 2.5 ل 3 لتر، لان احنا زي ما قلنا الميه تقريبا 60% من الجسم ميه، ومهم جدا للمناعه ان احنا نشرب من 2.5 ل 3 لتر ميه في اليوم. عدد السعرات اللي بيحتاجها الشخص المتوسط الحجم يوميا 1200 سعر. لو خدنا اكتر من 1200 سعر ممكن ده يتخزن على هيئه دهون ويؤدي الى سمنه. طيب كل جرام من النشويات او من البروتينات بيدينا 4 سعر، لكن كل جرام من الدهون بيدينا 9 سعر. الرقم اللي بعد كده عدد ساعات النوم اللي انامها يوميا، من 7 ل 9 ساعات زي ما قلنا، لان هم دول اللي بيتجدد فيهم الخلايا وبيعاد برمجة جهاز المناعة. الرقم اللي بعد كده ميعاد المتابعة مع دكتور الروماتويد، غالبا بيبقى كل 3 شهور، وبعد كده ممكن يبقى اكتر من كده بعد الحالة ما تستقر. الارقام هي ارقام عشان التذكرة، الأهم هو إن الأرقام دي يكون لها واقع في حياتنا، ونبدأ نطبق الحاجات دي، وزي ما قلنا نوصل لها ببطء. ومهم جدا إن العادات دي تتبني مع الوقت. واعرفوا إن أهم رقم هو إن إحنا بنقدر نحسن 9 حالات من كل 10 أو 90% من الحالات. علشان كده التزموا بالأرقام دي ودمتم سالمين.